بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة لتمادي النظام الفاقد للشرعية في سفك دماء أبناء شعبنا وتدمير ممتلكاتهم وسرقتها ونهب المال العام واغتصاب النساء أمام زويهم في المعتقلات وذبح الأطفال وتواطؤ بعض الأنظمة في العالم على الشعب السوري والاستمرار بدعم النظام وتسليحه والتستر على جرائمه، قررت قيادة الجيش السوري الحر إعادة الانتشار لتأمين حماية المدنيين العزل على الشكل التالي: كتيبة الشهيد حمزة الخطيب إدلب وريفها يقودها المقدم عبد الستار يونسو. كتيبة معاوية بن أبي سفيان دمشق يقودها الرائد المظلي ماهر إسماعيل الرحمون. كتيبة الأبابيل حلب يقودها النقيب المظلي عمار الواوي. كتيبة الهرموش جبل الزاوية يقودها النقيب يوسف يحيى. كتيبة الحرية حلب يقودها النقيب إبراهيم مجبور. كتيبة الصقور اللاذقية يقودها الملازم الأول محمد تيسير يونسو. كتيبة صلاح الدين الأيوبي جسر الشغور يقودها النقيب علاء الدين. كتيبة أبو عبيدة بن الجراح ريف دمشق يقودها الملازم الأول بسيم الخالد. كتيبة العمري زرع يقودها النقيب فيص قطاعنة. كتيبة سلطان باشر أطرش السويداء. كتيبة خالد بن الوليد حمص يقودها الرائد عبد الرحمن الشيخ. كتيبة عمر بن الخطاب القصير. كتيبة القاشوش حماه يقودها النقيب أيهم كردي. كتيبة سعد